على مدار ال 24 ساعة الجاية أنا هاكل بس اللي أقدر أصطاده في واحد من أكثر الأماكن جنوناً في العالم، وبستخدم رمح اليد بس. والمغامرة دي أنا محتاج أبدأها دلوقتي حالاً. صباح الخير عليكم يا جماعة. احنا النهاردة هنعمل تحدي بقاء لوحدي جامد جدا. انا حرفيا واقف دلوقتي على لوح تجديف شفاف تماما ومفيش معانا اي اكل خالص. هنستكشف النهاردة في البحيرة الزرقاء الصافية دي، ويا رب نلاقي سمك ونطبخه بعدين شوية. في حاجة غريبة هناك بعيد هنروح نشوفها، يلا بينا. يا نهار ابيض، ده جنان، واستوى الحماس عالي جدا دلوقتي. يا نهار ابيض، بص على جمال الشعاب المرجانية دي دلوقتي. بص على ده، في سمك في كل حتة هنا. يا بص عليه وهو بيتحرك هناك. عندنا سلحفتين شايفهم يا راجل. المية هنا من أنقى المية على كوكب الأرض. السلاحف في كل مكان هنا. احنا رايحين للبعيد هناك عشان لازم نوصل ونرمي الشنطة دي. هكمل استكشاف شوية كمان أشوف لو نقدر نلاقي أكل. سلاحف، بص على السلاحف، عندنا سلاحف هنا. كنت فاكر دي سلحفاة، طلعت مش سلحفاة، دي شوية أعشاب بحرية. عندنا سلاحف في كل مكان، شايف؟ في واحدة هناك وواحدة هناك وفي واحدة كمان هنا. ايه اللي بيحصل؟ بص عليه هنا، شايفه؟ واو بص عليه وهو ماشي هناك يا راجل، ده جامد جدا. احنا حرفيا محاطين بالسلاحف في البحيرة الزرقاء دي دلوقتي. ممكن تشوف من خلال لوح التجديف ده حرفيا. تمام، يلا نكمل. لازم نطلع من الناحية دي. أنا بتعب وبعرق من التجديف على اللوح ده يا راجل، بس قدام شوية هنا يا جماعة في حاجة جامدة جدا عايز أوريها لكم، يلا بينا. يا نهار أبيض، بص على المية دي، كأنها حمام سباحة عملاق هناك. حاجة مجنونة يا راجل. إيه ده؟ في سمك حرفيا بيعوم حوالينا هنا، بس أنا عايز أوقف هنا قدام شوية يا جماعة. المنظر شكله مجنون. يا نهار ابيض، ايه ده؟ احنا لسه واصلين دلوقتي على اللسان الرملي المجنون ده، وعايز اوريكم الاسلحه اللي هنستخدمها النهارده. احنا حرفيا ما عندناش اكل في المهمه دي. خطه الهجوم هي اننا لازم نطلع على لوح التجديف بتاعنا النهارده ونروح للشعاب المرجانيه دي ونشوف اذا كنا نقدر نصطاد اكل. بس بص على ده يا صاحبي، ده الزعنفة بتاعتي من لوح التجديف. الحاجة وقعت لما خبطت في الشط الرملي ده، فاحنا لازم نحاول نصلحها. لو ما عملناش كده انا هفضل ازحلق زي فيلم طوكيو دريفت كده، هيبقى الموضوع جامد. خليني اوريك السلاح اللي هنستخدمه النهارده. ده هنا يا جماعة اللي بنسميه رمح الصيد. هو عبارة عن عصاية وفيها طرف حاد كده. هي حتة حديدة كده، او مش عارف حتى حديد، مش متأكد، نوع من المعدن يعني. وكمان عندنا الاستيك ده ورا هنا. الفكرة كلها انك بتشده لقدام كده وبعدين تسيبه، وبام كده هنصطاد الحيوانات يا صاحبي. النهارده هيكون من اكتر الايام جنون اللي شفتها في حياتي. احنا حرفيا في حمام سباحة ضخم، هنقضي وقت جامد مع بعض يا باشا. يلا بينا. بص على ده، احنا حرفيا واقفين على جزيرة رملية في نص المحيط. انا حرفيا ما جبتش اي اكل معايا في المهمه دي النهارده، يعني لو ما اصطادناش سمك هنقعد جعانين بعدين. لازم نصطاد سمك وكمان نلاقي مكان جامد نقدر نطبخ فيه السمك بعدين. بص على ده، عندنا قرش هنا، عندنا قرش، شايفه هناك؟ بص على القرش الصغير ده، شايفه؟ اهو راح. جامد، ده بس قرش صغير من اللي بيعيشوا في الشعاب في المية الضحلة. يا راجل المكان ده زي حمام سباحة عملاق، الموضوع مجنون. بص فعلا كأنه نهر صغير هادي بيعدي من هنا. يا صاحبي ده نهر هادي، أكيد هنقعد فيه. أنا في الجنة دلوقتي. تمام يا جبال، لو بصيتوا هناك هتلاقوا فيه شعاب كتير. ده هيكون مكان جامد نستكشفه بحربة صيد يدوية. هنرجع للستاند اب بادل بورد. تمام، هرجع ألبس الكاب بتاعي تاني عشان وإلا الشمس هتحرقني. لو عايزين تشتروا أي معدات بنستخدمها في مغامراتنا زوروا offshoretrails.com. عندنا أحسن معدات هناك، هتلاقوا لينك في وصف الفيديو. كمان لو حابين تشوفوا كل معداتنا. أوقات لما بتكون هلا كده صعب جدا ما تبتسمش يا جماعة. لازم تقدر اللحظات دي، لأن أوقات في الحياة ما بتدركش قد إيه هي مميزة غير لما تروح منك. بس دلوقتي أنا بس مستمتع باللحظة وبشكر ربنا إنه إداني الفرصة دي دلوقتي. اللحظة دي مميزة جدا يا جماعة. ووو!
هات العدة دي لازم نجدف يا اسبة، احنا جاهزين نتحرك. انطلقنا. تمام، دلوقتي عندنا مهمة، نلاقي شعاب مرجانية جميلة ونصطاد شوية سمك للأكل. احنا دلوقتي في البحيرة الزرقاء، محتاجين نطلع شوية لبره، وهو ده مكان الشعاب المرجانية كلها، وهنا كمان إن شاء الله هيكون في السمك الكبير ونقدر نجيب أكل. أنا وقفت هنا دلوقتي، عندنا شعاب مرجانية كتير قدامنا، هجهز نفسي وأطلع كل حاجة من الشنطة، أجيب الزعانف وكل حاجة، وهننط في المية هنا، هيكون الوضع مجنون تحت. يلا بينا. مش عايز ألبس بدلة الغطس دي لأني فعلا عرقان جدا، بس هقولك هي هتحميني. في مرجان ناري وحاجات زي كده تحت. مفيش أسوأ من إنك تلبس بدلة غطس مبلولة يا راجل. يلا نروح نصطاد. يا راجل بص على المكان ده دلوقتي، هو فعلا جنة. هو بص على ده خيار بحر كبير قوي يا راجل. الحاجة البيضة دي اللي هناك دي فعلا أمعاؤه، هم بيستخدموها كنوع من الدفاع عن النفس. دي جنان.
احنا جبناها هناك. تمام، يلا نحط السمشه بتاعتنا فوق، حطينا الرمح بتاعنا فوق هناك. دلوقتي هتسيبني لحد ما ارجع على لوح التجديف ده. مش مصدق اننا عملناها. احنا جبنا اكل يا صاحبي. تمام، يلا نرجع تاني على لوح التجديف ده ونروح على الشاطئ ونشوف لو نقدر نعمل أكلة جامدة. تمام، دلوقتي هتحاول ترجع تاني على الحاجة دي. المنظر مش لطيف خالص، زي فظ البحر وهو بيحاول يطلع على جبل جليد. دلوقتي عملناها يا باشا. بص على ده، احنا حرفيا معانا السمك في جيوب الزعانف بتاعتنا هنا. تمام، هنروح الجزيره اللي هناك دي، هنروح نعمل اكله جامده على الجزيره دي. انا حتى مش عارف اذا كنت عايز اسيب البحيره الزرقاء دي، الموضوع جامد جدا. يلا بينا نطبخ اكل. مش قادر اصدق اننا عملناها في البحيره الزرقاء. ياهو، ده جامد جدا يا صاحبي. انا فعلا مش شايف من البورد اللي واقف عليه، الشمس كل شويه بتنعكس عليه وبتخبط في عينيا وانا فعلا مش شايف. بس بص على ده، احنا عملناها. مش قادر اصدق. ياهو، ده اللي احنا عايشين عشانه يا صاحبي. واحنا رجعنا تاني على الشاطئ. زي ما انت شايف المنظر فعلا خرافي، في نخيل في كل حته. يا نهار ابيض يا جماعه، بصوا كده، في تعبان هنا. يا نهار ابيض يا صاحبي، بص على التعبان ده هنا يا جماعه. الحاجة دي جامدة جدا. بص عليه، أنا لسه لاقيه على الشاطئ، جميل جدا. بص على ألوانه يا صاحبي. واو، بصوا على الدرجات الوردية اللي في بطنه. إيه، أوه. ده تعبان صغير جامد جدا، ده اللي بنسميه تعبان الحيط الهندي. لازم يكون واحد من أروع الكائنات اللي شفتها في حياتي. طيب مش عايز أزعجه أكتر من كده يا جماعة. شفناه كويس، هنحطه في الشجيرات ونسيبه يكمل طريقه. يلا يا صاحبي، وصلنا هنا. هشوفك بعدين. دلوقتي هنبدأ نطبخ السمك بتاعنا. أنا جعان موت، جه وقت الأكل. انتوا شفتوا إني تعبت وتعرجت، نطينا في المية وغصنا على كل حاجة. احنا حرفيا في الجنة. يلا بينا نبدأ نطبخ. كل ده من شجرة النخيل دي، نقدر نستخدم كل ده زي الورق يا راجل. بص عليه، قاعدة شجرة النخيل فيها تقريبا نفس الحاجات دي هنا. ده زي أظن القشرة الخارجية. الحاجات دي هنا ممتازة لإشعال النار، اجمع منها كتير. معانا شوية عيدان صغيرة هنا، في فعلا خشب طافي كتير جاي على الشاطئ ده زي ما انتم شايفين دلوقتي. معانا عيدان كبيرة هنا، ومعانا مواد إشعال النار هنا. معانا السمك بتاعنا هناك. تمام، جاء الوقت نطبخ الأكل ده على الشاطئ. يلا بينا. معانا حزمة مواد إشعال النار هنا. اللي هنعمله دلوقتي إننا هنولع النار دي وهنبدأ نطبخ السمك بتاعنا. أنا جعان جدا دلوقتي. تمام، يلا نولع النار دي، يلا بينا. تمام جبان، احنا شغالين في الطبخ هنا. هحط كل الفروع دي على النار، هنخلي النار تولع كويس وبعدين نحط السمك بتاعنا. معايا كل الفروع دي هحطهم على النار. بص كده يا صاحبي، عندنا النار هنا والسمك بتاعنا محطوط عليها. هنستنى النار تهدى شوية وبعدين نحط السمك عليها. انا طالع دلوقتي على الشجيرات، هجمع شوية عيدان خضراء نقدر نحطهم على النار على طول. دي هناك هتبقى بيرفكت يا جماعه. الموضوع بسيط جدا. هعدي العود ده من بق السمكه على طول. احنا حتى ما قشرناش ولا نضفنا اي حاجه، مش محتاجين نعمل كده. هنعدي العود من السمكه كده بالظبط. العود ده اخضر يعني مش هيولع، وبعدين نقدر نحطه على النار على طول. هنسيبها تستوي شويه كمان وبعدين نقدر نقلبها واحده واحده وهتبقى تمام. تمام، زي ما انتم شايفين احنا فعلا عندنا سمكه على عصايه. يلا نحطها على النار. السمكه بتستوي على نار هاديه، ورايا القشر وكل الحاجات دي يا جماعه هتحمي اللحم اللي تحتها. وعشان كده انا ما اهتمتش اشيل الجلد او اطلع الاحشاء. احنا ممكن ناخد اللحم على طول. هوريكم ازاي تعملوا كده. بصوا عليها وهي بتستوي على نار هاديه، انتوا شايفينها قدامكم، شكلها يجنن. ايوه يا باشا، انا ريقي سايل فعلا دلوقتي. انتوا عارفين احنا رحنا بعيد قوي النهارده على البادل بورد ده، دلوقتي محتاج اكله محترمه. ده رهيب. كل السمك بتاعنا بقاله حوالي 20 دقيقه بيتطبخ، هنشيلها دلوقتي وناكلها. يا نهار ابيض، دي سخنه قوي. ايوه كده خلصت يا باشا، يلا نشيلها. طيب بص على دي كده، احنا بنشيلها دلوقتي. زي ما انت شايف شكلها تحفه بجد، ولما اقول تحفه اقصد متفحمه. طيب يا جماعه، النهارده كان يوم مجنون فعلا. جبنا السمكتين الحلوين بتوعنا، بصوا عليهم كده. تمام، هنبدا ناكلهم دلوقتي. انا جعان جدا. هناخدها على طول من على قطعه الخشب الخضراء بتاعتنا. وهنعمل ايه؟ هنقشر الجلد كده بس. شكلها تحفه يا راجل. بص كده، لحمه بيضه جميله.
التريفالي ده طعمها حكايه يا راجل. دي لازم تكون من احسن السمك اللي طبختها على النار مباشره في حياتي. بص على اللحمه وهي بتتفك من العظم. تمام، اديها 9 من 10. يلا نجرب السمكه سويت ليب. بصوا هنا دي سمكه سويت ليب كبيره قوي اللي اصطدناها. اكتر حاجه مميزه في السمك ده يا جماعه وهنشوفها دلوقتي ان عندهم قشور كبيره جدا تقدر تشيل الجلد كده. وبصوا على ده، هو فعلا تحت الجلد في لحمه ابيض بس. بصوا كده، يا نهار ابيض. والديناك ده اكلنا. اظن هيكون صعب نلاقي حاجه احلى من التريفالي اللي اصطدناه لانه كان رائع. بس بصوا كده، لحمه جميله، طعمه فيه نكهه اكتر بكتير من التريفالي. بس التريفالي اظن هو اللي كسب. بصوا على اللحمه اللي طالعه منه، فعلا قطع كده. تمام يا جماعة، أنا حرفياً ههجم على الأكلة دي كانت واحدة من أجنون المغامرات اللي خضناها with Pepinfish Offshore Tales. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في المغامرة الجاية المجنونة. كل الحب ليكم، يلا بينا.